جوزي دخل المطبخ على الحله لقاني بسلق لحمه. راح قال لي يعني انتي مش عارفه ان انا مش عايز لحمه مسلوقه، ما بحبش اللحمه المسلوقه. قلت له حمرها لك. قال لي انا مش عايزها محمره. قلت له ما انت عايز ايه؟ راح قال لي انا عايز لحم بصل. قلت له بس كده؟ ولا يعصبك ولا نرفزك ولا ترفع له البوز ده والتكشيره دي 5 دقايق بس، وهتلاقيها اتحولت من لحمه مسلوقه للحمه للحمه ببصل. احنا عندنا كام يعني؟ ده الراجل المصري دلوقتي بقى عملة نادرة أصيلة أثرية لازم نحافظ عليها. فتعالوا بقى معايا اقول لكم عملت ايه. جبت بصلتين وطماطمتين وقرن فلفل وقطعتهم شرايح، وقطعت الطماطم قطع صغيرة والفلفل طرنشات، ورحت واخده الحاجات دي كلها اللي انا قطعتها بمنتهى السهوله، ورحت رميهم عندي على الحله بتاعتي اللي فيها اللحمه اللي هي اصلا كانت داخله خلاص تقريبا استوت. هعمله كله ني في ني، دي بطريقه امي، ربنا يديها الصحه يا رب يبارك لي فيها. وهرمي كله ني في ني كده وهسيبه على النار لحد ما كله ياخد ويدي ببعضه كده ويتمزج مع بعضه. وهحط عليه بقى التوابل اللي هحطها عليه عبارة عن ربع معلقة او نص معلقة كمون، ونص معلقة فلفل اسمر، ونص معلقة كزبرة، ونص معلقة بهارات، والملح بتاعنا بس كده. وحطيت ربع معلقة سكر عشان خاطر تخليها مسكر. مش متخيلين الريحة كانت عاملة ايه، يعني بجد فظيعة. هندمجها كده مع بعض. التوابل اللي انا بحطها بتاعتي اهي. هبتدي بقى ان انا ادمج التوابل مع بعضيها كده عشان خاطر كله يتغلغل في بعضه. طعمها جميلة وخفيفة، لا فيها بقى زيوت ولا فيها دهون ولا فيها، تحفة. كانت مسكرة جدا وسهلة جدا وبتتعمل ما بتاخدش وقت خالص. يدوب هو بس اللي هو البصل اللي هي عامة الخضار يتهالك. ودي كانت النتيجة. الريحة كانت فظيعة حرفيا، كانت يعني تحفة. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ هبتدي بقى ان انا اغرفها في الطبق بتاعي. ولا بقى تقولي فظيعة بجد، يعني فظيعة. ايه اللي يخلينا نزعل الرجل المصري الاصيل؟ لازم نحافظ على الراجل ده. الراجل بيقولوا عليه دلوقتي ان هو بقى عملة اثرية نادرة نادرة الوجود، لازم نحافظ عليها ونعمله اللي هو عايزه كله. إيه يعني حتة لحمة هي اللي هتخلينا نخسر بعض؟ لا 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 لا. ومن هنا بقولك حافظي على الراجل بتاعك، ولما يطلب منك لحمه ببصل حتى لو انت كنت عاملاها مسلوقه، قومي على طول تحوليها من مسلوقه للحمه ببصل. حافظي على جوزك. وده كانت النتيجه، وجربوها ان شاء الله باذن الله تعجبكم.